قهوتك اللي ب 100 جنيه ممكن تكون سبب غنى القهوه اللي تحت بيتك. طب ازاي؟ خلينا نشوف. بكار كان قسط قهوجي عادي في قهوه صغيره، بس الراجل ده لاحظ حاجه محدش لاحظها. قال لك الناس هنا مش بتروح القهوه عشان الكافيين، الناس هنا بتيجي عشان تهرب من الدوشه، تفصل، تذاكر، تشتغل. وهنا جت الفكره الرايقه. طب ليه القهوه ما تبقاش تجربه مش بس مشروب، ويكون اسمها الثيرد بليس؟ مش البيت، مش الشغل، مكانك المفضل التاني. وهنا يبدا القهوجي الصغير بتاعنا يغير شكل الكوبايات، الموسيقى، والمكان، حتى الكلام مع القهوجي او الباريستا. خلى كل حاجه تحسسك انك مميز جدا. فهنا الناس بقت تدفع اكتر وكمان مبسوط. هل انا بقى جايب الكلام ده من دماغي؟ اللي انا بتكلم فيه ده هو ستاربكس بالظبط. القهوه ما بقتش بدولار، بقت قهوه وجنبها احساس ب5 دولار. وبفضل الفكره دي ستاربكس اتحولت من فرع واحد بس لاكتر من حوالي 40,000 فرع حوالين العالم، وبقت بتكسب مليارات كل سنه. طب هنا بقى سؤال، انت تقدر تعمل كده؟ اهم حاجه تغليف المنتج اللي معاك والماركتنج بتاعه. فقول لي ايه اللي ناقصك عشان تعمل كده في المنتج بتاعك، وما تنساش تعمل لي فولو.